لا تعتقد دين الروافض إنهم أهل المحال وحزبة الشيطان. اللهم لعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة. كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء. كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء. أنا أقول بوضوح إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. إذا صلوا إلى الكعبة يؤمنون بالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا. الشيعة في الجملة مبتدعون، وأدناهم من فضل عليا على الصديق وعمر، فقد أخطأ وخالف الصحابة، ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب الخميني، هؤلاء أخطرهم. وهكذا النصيرية أصحاب حافظ الأسد وجماعته في سوريا، فالباطنية الذين في سوريا والباطنية الذين في إيران والباطنية في الهند هم الإسماعيلية. هذه الطوائف الثلاث هم أشدهم وأخطرهم، وهم كفر. هؤلاء كفر لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر للمسلمين، ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة، ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة، ويرون أهل السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم، وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب وما أنهم معصومون ويعبدون من دون الله بالاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم. هذه حالهم مع أئمتهم. فالرافضة الذين هم الطائفة الإثناعشرية ويقال لهم الجعفرية ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن، وهم من شر الطوائف. وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، هكذا طائفة الإسماعيلية. هؤلاء باطنية في الباطن، يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، ويرون الصحابة كفار ارتدوا عن الإسلام.